عاجل 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 عاجل. زيزو بيقدم شكوى في نادي الزمالك بخصوص مستحقاته المتأخرة عن 3 مواسم مبلغ حوالي 72 مليون. ايه نص الشكوى المقدمة من أحمد السيد زيزو؟ عبارة عن ايه ال 72 مليون جنيه؟ بيقول لك تشمل مبالغ 15 مليون جنيه عن موسم 2022 2023 ومبلغ 20 مليون جنيه عن موسم 23-24. بالإضافة إلى ذلك تم تحديد مبلغ 14 مليون جنيه كأقساط عن موسم 24-25 فضلا عن مكافآت أخرى تتعلق بمشاركة اللاعب في المباريات بدل السكن. وقد حدد الإنذار فترة 15 يوما للسداد من تاريخ استلام الإنذار. تم التأكيد على ضرورة عدم منع اللاعب من الانضمام للتدريبات أو تعريضه لأي نوع من الاضطهاد وذلك لحماية حقوقه القانونية. كما تم التنبيه على عدم مخالفة وبنود العقود والإنذار في نصه وروحه ومع التأكيد على أن حقوق اللاعب محفوظة قانونيا وأنه يملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد. طيب صدقني يا زيزو والله مش خسارة فيك انك انت هتتمسح بكرامتك الارض. في لعيبة انا على راسي بشيلها لحد النهاردة مهما راحت ومهما جت ومهما عملت انا بشيلها على راسي لسبب ان هي خرجت من الباب الكبير. انت بتخرج للأسف من اوسخ باب. يعني احنا لو كان في حاجة تشفع لك مثلا بالأسف احنا بننساها لك. وخلي بالك خلي بالك انت اللي خسران. عمر النادي ما هيقف عليك ولا على اي حد. انت اللعيب اللي خسران. اللي يخش حرب قدام جمهور يبقى اهبل. بن شرقي قبلك الاعلام جروا الحرب ديت وهو للاسف هو رفض. مع ذلك انا بشيله فوق راسي. هو ده اللعيب اللي اتقال عليه لعيب محترف وتحترمه. للاسف طلعت قليل الاصل. يعز عليا ان انا اقول لك الكلمتين دول بس انت لعيب قليل الاصل. والله لعيب قليل الاصل. اوسخ من اوسخ لعيب مشى من الزمان.